هعمل معاكم النهارده بقى عجينه الميني بيتزا، بجد خطيره. شويه تركات بسيطه كده هتطلعها معاكم هشه كده وطعمها يجنن. اول حاجه معايا كيلو من الدقيق، عليه باكت كده كامل من الخميره الفوريه او معلقه كبيره، ورشه من الملح، وثلاث معالق من السكر، ومعلقه كبيره من الزعتر. الزعتر بيخلي برضو طعمها حلو قوي وشكلها كمان حلو. وهنزل بقى ب3 معالق من اللبن البودر. اللبن البودر هنا بقى بيوحد لي اللون بتاع العجينه، فبحب قوي اضيفه. لو حابين تشيلوه مفيش اي مشكله. معايا بقى علبه كبيره من الزبادي، لازم تكون بدرجه حراره المطبخ. كل مكوناتي تبقى بدرجه حراره المطبخ عشان تخلي الخميره تتفاعل معايا وتبقى هشه كده ومش مكتومه. وهنزل كمان بكوبايتين كبار من الميه الدافيه. هنزل بقى باول كوبايه من الميه، والكوبايه التانية هنزل بنصها بس، وهبتدي ان انا اقلب الاول وبعد كده هعجن بايدي. في المرحله دي بقى لازم اعجن كويس جدا، مش اقل من 10 دقايق. ودي تاني تركايه، ان انا اقلب كويس جدا جدا واعجن كويس جدا جدا لغايه ما اوصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي، تكون العجينه بتلزق شويه. ممكن بقى نحتاج من نص الكوبايه بتاعه الميه شويه زياده، حاجه بسيطه كده لغايه ما توصل معايا النتيجه دي. بعد كده بنزل بقى بربع فنجان من الزيت، وهعجن تاني لمدة 5 دقايق لغاية ما توصل معايا عجينة طرية جدا زي ما انتم ما شايفين كده. هجيب بقى البولة وهدهنها شوية من الزيت، وهحط العجينة وهقفلها كويس جدا وهشيلها في مكان دافي. لو في الصيف بنقعد ساعة الا ربع، لو في الشتاء بنقعد ازيد شوية. بعد كده بخرجها بقى بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي اخد بقى من الحروف كده من بره لجوه بالشكل ده كده. عايزه اوريكم بس طراوه العجينه طريه جدا معايا زي ما انتم ما شايفين كده، وبرده بتلزق حاجه بسيطه خالص كده اهو معايا. هجيب بقى العجينه هدهن ايدي بالزيت، وهبتدي ان انا اخد بقى قطعه قطعه. انا هنا عامله القطعه 30 جرام، لو حابين توصلوها ل20 برده بتبقى حلوه جدا. هعملها زي ما انتم ما شايفين بالشكل ده كده، وان انا لازم اغطي العجينه عشان ما تنشفش الوش بتاعها معايا. باي اداه عندي بقى، كوبايه او طبق صغير، اهم حاجه ان هو انزله في نص العجينه كده لغايه ما يعمل لي حروف بسيطه من على الجنب، وانا بايدي كده هحاول ان انا اظبط الحروف بالشكل ده. وتاني حاجه ناخد بالنا ان العجينه اللي انتوا شايفينها دي او القطعه دي بتزيد حجمها تاني بعد ما بتخمر تاني، يعني هي بتخمر تاني وبتزيد حجمها، ولما بتخش الفرن بتزيد حجمها تاني، فلازم يبقى سايبين مسافات كده. والاداه اللي انا بعمل بيها بحطها في الدقيق كده عشان ما تخليش العجينه تلزق في الكوبايه او في الطبق. بعد كده بقى بفرغها كده بالشوكه علشان الجزء اللي في النص ده ما يرتفعش معايا وما اجيش بقى جنب الحروف خالص. وابتدي ان انا احط بقى صلصه البيتزا. صلصه البيتزا هنا انا عاملاها في البيت، احلى صلصه بيتزا هتعملوها في البيت. بجيب الطماطم وبحط عليها فلفل حامي، وبحط عليها فصين من الثوم وبصلايه ومعلقه من الزعتر ومعلقه من السكر، وبخليهم يغلوا على النار كويس جدا جدا. بعد كده بضربهم في الخلاط وبصفيهم من اي قشر او اي حاجه فيهم، وبعد كده بحطهم على النار تاني لغايه ما يتسبكوا. يبقى كده معايا صلصه البيتزا جاهزه معايا. بحط بقى الحشوه بتاعتي، اي حشوه عندكم. انا هنا كان معايا سوسيس مدخن، قطعته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ورصيته. ممكن طبعا تحطوا بقى فراخ، اي حاجه تكون مستويه، فراخ، تونه، اي حاجه متوفره عندكم بتحطوها. بس اهم حاجه ما تستغنوش لا عن الزيتون والفلفل، واي بقى حاجه تحطوها معاها بعد كده. ده تاني سوق طبعا. عايزه اقول لكم ان كيلو الدقيق عمل معايا 5 سجات من اللي انتوا شايفينها دول. وطبعا لو قللتوا في حجم البيتزا طبعا هتزود معاكم العدد. اعملوها، انا عاملاها هنا 30، ممكن تعملوها 20 بتبقى مناسبه جدا برضو. التركية بقى المهمة هنا ان احنا لازم نغطي عليها تاني ونسيبها لمدة 15 دقيقة عشان لازم تختمر تاني، علشان تدينا كده عجينة هشة كده وطرية وطعمها خطير. فما نستغناش عن الخطوة ان احنا نسيبها تتخمر تاني. ده بقى الصاج التاني بعد ما سبته يتخمر، او اهم حاجة ان انا اكون مغطياها بحاجة علشان الحروف ما تنشفش، واسيبها بقى 15 دقيقة. بعد كده بقى هدهنها من على الحروف بالصلصة. لو حابين تدهنوها من على الحروف زيت او زبدة برضو بتبقى حلوة جدا. هدخلها بقى على فرن درجة حرارة 200، يكون شغال من قبلها ب10 دقايق او بربع ساعة. لازم يكون فرن ساخن كويس جدا. بدخلها بقى بتقعد معايا من 10 ل 12 دقيقة، وبتخرج معايا بقى كده خطيرة ومش قادرة اقول لكم على ريحتها وجمالها. وعلشان الجبنة تمط معايا بالشكل ده لازم ما تكونش متلجة، وتكون خارجة من التلاجة كده قبلها بنص ساعة. عملت من نفس العجينه البيتزا اللي انتوا شايفينها دي، بجد خطيره. جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.